السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طابة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، فضيحة جديدة للمعلق الجزائري المدعو التراجي، حنا كنقولوا ليه التراجي ولكن هو سميتو الدراجي. فضيحة أخرى تنضاف لسلسلة من الفضائح اللي كيقوم بها على حسابه الشخصي والرسمي في الفيسبوك أو في تويتر. فكما تشاهدون في هذا الفيديو متابعينا الكرام، فيوم أمس كانت هناك مباراة على ما يبدو لي الدوري التركي، وقامت الجماهير التركية بحمل أو برفع هذا التيفو الذي يخلد صورة مشهورة للزلزال الأخير اللي وقع في تركيا وسوريا لرجل إنقاذ يوناني، رجل إنقاذ يوناني. وهذه الصورة على ما يبدو بقات يعني مترسخة لدى الأتراك، فقاموا برفع هذا يعني التيفو في مباراة لكرة القدم لشكر هذا الرجل الإنقاذ اليوناني، وأيضا للدول التي ساعدت تركيا في الزلزال. المضحك في الموضوع متابعينا الكرام وهو أن تركيا واليونان ما كيتحملوش، الأتراك واليونانيين ما كيتحملوش، لكن في وقت الشدة وفي وقت الصعاب وفي وقت المحنة كتلقاهم كيعاونوا بعضهم البعض، بل يشيدون ببعضهم البعض. الفضيحة هنا فين كاين متابعينا الكرام؟ الفضيحة هنا وهو أن المدعو التراجي ذهب إلى حسابه الرسمي ونشر الصورة ديال هذا التيفو وعبارة ويقول على أن الجماهير التركية تحتفل برجل إنقاذ جزائري، رجل إنقاذ من حضيرة الجزائر. نعم متابعينا الكرام، هذا الشيء منشور على حسابه الرسمي في تويتر وفي الفيسبوك، بينما الحقيقة متابعينا الكرام أن الصورة تعود لرجل إنقاذ يوناني، وهي اللي كتشوفوا الآن أمامكم على الشاشة. المثير للسخرية هنا متابعينا الكرام وهو أن الخوذة في هذا التيفو ديال هذا الرجل إنقاذ اليوناني رسمت عليها أعلام البلدان التي ساعدت تركيا، التي أرسلت مساعدات ورجال الإنقاذ إلى تركيا. المثير للسخرية هنا يا التعراجي يا المكلخ ويا البصبعيين أن الأتراك لم يضعوا علم الجزائر في هذا التيفو، لم يضعوا علم الجزائر في هذا التيفو. في الأخير كيجي التعراجي الكذاب الممسوخ ويسرق هذه يعني ينشر هذا التيفو على أن الجماهير التركية قد رفعت هذا التيفو من أجل رجل إنقاذ جزائري، وهذا بطبيعة الحال مجرد كذب في كذب. إذن فضيحة أخرى متابعينا الكرام للتعراجي، سلسلة من الفضائح، راكم عارفين الكوارث اللي كي دارت خونا هذا. أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.